الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجلهنا وتممهنا من قلب بمرد زاد متفردا. فنسأل المولى المقدس والمقول يا من إليه المنتهى والمنتهى. أدعوك يا واسع مجدك كنت القلوب لنا معينا مجدا. وعلى عوامل إحسان فجرنا والقرى طعام الجميل معولا. وبمن نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وممكن منك مزودا. فقد يصرف النفس عن شهوتها وابكها لربها وهو تقيدا. آمين. ومن الجوارح الغير ودنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا. ومن يعافية لما قام ويبدل فيها من المكارم عودا. وبعية الإيمان هل يقربنا ولا ينظر المعارك أسعدا. وإلا سوى قبلنا من رشدنا ويسمو بذل البرية جيدا. ورسلنا الله والجزل خيره فضل لمن قطع مسوءا أوردا. وكذلك yang tadi gue yang الصلاة والسلام على سيد السادات فامل السماء والأرض وعلى آله وصحبه سيدنا ولي النبي الشرف بالشرف والسلطة وقال بالحكمة والشهيد يوم القيامة وقام بالأمين في دعوته ومناصرته أما بعد فهذه اللهم انصرنا بأهلك وأهل عليها وأعدنا بالأسرار التي وضعتها لديها لا يدعوك وحده الله رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على زوج الأمير سيدنا محمد وعلى
والصابرين أجمعين. ومن خصائص جسدها ومناكبها المفيدة أن كل أصحابه عليه السلام منها إلا سيدنا إبراهيم عليه السلام فلم يتأول عنها بل عن مارية القبلية التي أهداها له قوم مصر والإسكندرية وقد ولدت خير البرية ستة من الذرية الأول والقاسم وأكثر الأولاد به كان صلى الله عليه وسلم يتهنى بين العباد وهو أول من مات من ولده ودفن في بعض الأقوال بمكة بدر والثاني عبد الله ويقال طاهر القدير لأنه ولد في الإسلام ومات صغيرا من بلد العرب والثالثة زينب وهي أكبر بلاده وقد ولدت قبل بعثته وتزوجها أبو العاص بن الربيع وكان إسلامها وهجرتها قبل إسلامه وهجرته وتوفيت في أول عام 8 من الهجرة المصطفى ودفنت في جنة البقيع وقبرها والرابعة والخامسة وكانت من فلما نزلت قبلت يدا مدينة ما أشهد وقال لولده رسول القاسم معها إلا تبايع ابنتي محمد صاحب هذا نفسي وبذلك إله عليه الصلاة والسلام فباركهما قبل الدخول عليهما ولم يصل بفضل الله إليهما فكان ذلك بركة إلهية لهما وقد تزوج زبير بسيدنا عثمان بن عفان ونحرت معه إلى الحبشة فرارا بالإيمان ثم وضعنها معه إلى مدينة الشفيع وماتت عنده في جنة البقيع ثم تزوج عنها أختها وإلى البقيع على رسول العالمين رضوان عليها في الأسباب التي أوضعتها لديها لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا خديجة رضي الله عنها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن استشر من الأسماء بأخبارها وبيان وظاهرها ونشر آثارها وأسلامها التي وذلك بالدعاء متوجهين إلى الله رب العالمين واصلين مخلصين قائمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيدة خديجة بلقب التصديق والإيمان من عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكن علينا بذلك يا كريم الإنسان ومتابعة سبيله وسنته وأمين كلمته وعقيدته فتفضل علينا بذلك وتقلنا بذلك العبد الأول والمسيح الأكبر ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها ونشوف في تركه أحمد الوحيد وجعلنا مرقبه وأولنا عرض مسلمين نفسي وقطعنا بمحمد وتب علينا وارضنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah, la ilaha